Sirijske porodice platile su surovu cenu desetogodišnjih sukoba u Siriji. Izgubili su svoje voljene, svoje domove, posao, a cela generacija Sirijaca odustala je od svojih snova i ambicija. ما في مستقبل. كان طموحي حياة يعني كويسة متوسطة، يعني ما بدي هالرفاهية العالية ولا. أنا حلمي ما بحلق هون. كان حلمي قبل 10 سنين إني أصير دكتورة جراحة، وأنا صراحة عندي كثير مواهب بس ما أخذت فرصتي لسه. لما كان عمري 10 سنين كنت أتمنى أصير مهندس لما أكبر أسس حياتي. أنا هلا أشتغل بالفرن مشان قوت عائلتي ولأني لاجئ بهذا الكامبا وأتخطى هالظروف الصعبة. كان حلمي إنه أكمل تعليمي وأدرس مثل باقي الأطفال يعني. أنا استفيت حالياً عندي 4 أولاد يعني ما عندي شغل ما أشتغل. كان بدي أصير دكتور بس مشان هالحرب ضبينا وطلعنا وجينا لهون. هون ما أحسن لا ندرس لا نتعلم. Ali deca iz Sirije i dalje imaju svoje snove i puna su nade uprkos svim preprekama sa kojima su bili suočeni. أنا حلمي أصير دكتورة، وهلأ إنه في كثير من الدكاترة إنه عم يطلبوا مبالغ كبيرة، ساعدهم بطريقة إنه ما أكتسب منهم. أنا حلمي إني ألعب فوتبول، أصير لاعب فوتبول محترف. بدي أتعلم من المدرسة، بدي أصير محامية. أحلم إنه أشوف بلاد العالم، أسافر أشوف ألمانيا، أمريكا ودول العالم، أشوف ناس غير وهيك. أنا حلمي بس أكبر أدرس صحافة وإعلام. أنا حلمي أصير دكتورة نفسية مشان أعالج العالم من الصدمة اللي صارت فيهم بعد أزمة سوريا. أنا حلم حياتي أصير عالم، وبس صرت عالم بدي أعمل أدوية لأمراض كثيرة، بدي أكتشف حتى أشياء البشرية ما اكتشفتها. حلمي إنه أكون مهندسة بس أكبر عشان بس أرجع على بلدي اللي هي سوريا أعمر بيتنا. Ova deca su izgubila mnogo toga, ali snove im niko ne može ukrasti. Pomozimo im da izgrade novi život. Izbeglice su ljudi kao mi, kao ti i ja.